اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اليوم عندنا إن شاء الله فيديو ديال الحساء ديال التشعير ديال دواء البرد. هذا البرد هذا الشتا، وهذا البرد هذا الدواء ديال البرد ان شاء الله باش الوليدات وحنا الناس الكبار ما يضربناش البرد، ما نكونوا مزيانين بصحه جيده. نتوما غتشوفوا المقادير وطريقه التحضير في هذا الحساء ديال الشعير. بسم الله على بركه الله. كل ياخذ هذا هو النوع ديال الحسوه ديال الشعير بلدي، هذا مصوبه عليه يديه هذه. شوفوا هذا البلبوله هذه ديال الشعير. اللي ما بغاش يصوب يشريها، اللي ما عندوش يقول يشريها. ها هي بعد ما غسلتها بحال هكا، غسلتها مزيان بالماء ورطبتها بحال هكا شويه، شتو كتجي على هذا الشكل هذا. احنا غنبداو في المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. نتوما غتشوفوا معايا الطريقه كي دايره ساهله ما فيهاش تكلفه. غناخذوا كوكوط بحال هكايا، غنطيبوا ليه في كوكوط، غطيب دغيا في وقت وجيز غادي طيب. درنا غنديروا في داك القياس ديال البلبوله ديالنا اللي غسلنا ورطبنا بحال هكا على هذا الشكل هذا. سمحوني الاضاءه كانت عندي شويه ضعيفه. هانتوما غتشوفوا المقادير مضبوطه، كلشي مضبوط. تبعوا الطريقه. هانتوما غنكبوا داك البلبوله ديالنا كامله بحال هكا وسط الكوكوط، غنديروا فيها بصيله محكوكه. نتوما غتشوفوا المقادير معايا، تبعوا الطريقه اللي قلت لكم هنايا. هاد الطريقه ساهله دغيا كتوجد. غادي نسدوا عليها في الكوكوط، غادي ما نطيبوش مره نبقاو نتعب نحركوا غنسدوا عليها في الكوكوط. هانتوما بصله، هذه بصله محكوكه. عندنا 2 فصوص 3 ديال الفصوص ديال الثومه، هما محكوكين. هانتوما غتشوفوا معنا المقادير. حنا غنقول لكم المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. عندنا شويه ديال الحلبه وشويه ديال السانوج وشويه ديال حب الرشاد، حب الرجا كما كيقولوا الناس، ومليحه. هانتوما غتشوفوا معنا المقادير. عرفتي واللي عنده الاعشاب يدير. هذوما الاعشاب اللي توفرت لي انا هما اللي درت انا. وغندير الزعتر غبره وغندير تيميجه. غتشوفوا كلشي، ولكن الزعتر والتيميجه غنخليهم حتى للاخر مليحه بحال هكا. وشويه الابزار، واللي عزيز عليه فيها سكينجبير ممكن يدير فيها سكينجبير. وغادي نربوه بحال هكا بالماء بارد، وغنديروا القياس ديال الماء بارد وغنسدوا عليها في الكوكوط تقريبا واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه. غتلقاوها طيبه ولكن عافيه، تكون مهيله، ماشي تكون عافيه مجهده تحرق ليكم ولا عافيه، تكون مهيله. ها هي بعد ما طابت لينا حليت على الكوكوط. شوف كتولي معلكه على هذا الشكل هذا. كنلقاوها صافي هي هذيك بحال هكايا. غنشدو دابا غنزيدو عليها الحليب. كنبغيها تكون ناقصه، يكون فيها الحليب بوحدو بحال هكا. هذا هو الشكل ديالها. ها هو بعد ما كبيناها في الزلافه ديال التقديم ورشينا عليها شويه الزعتر وتيميجه وزيت العود. اللي بغى يطيب بها زيت العود يطيبوا، ولكن انا ما كنطيبش فيها زيت العود حتى الاخير، وكندير فيها زيت العود حيت كنسد عليها في الكوكوط ما تتفيض ليا ما حتى شي حاجه. كتجي زوينه بحال هكا على هذا الشكل هذا بحال هكايا. عرفتي دواء البرد الامتياز. جربوا الطريقه ديال الحساء ديال البلبول.